الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته ودلت على وجوده وقدرته مخلوقاته. سبحانه من إله تحيرت العقول في بديع حكمته وخضعت الألباب لرفيع عظمته وذلت الجبابرة لعظيم عزته. سبحانه من إله يعطي ويمنع ويوصل ويقطع ويخفض ويرفع ولا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان ربي في عظيم علاه كل الخلائق يبتغون رضاه. جل الجليل فلا مثال لذاته فهو العزيز فليس العيون تراه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منبع الأنوار وسر الأسرار. فيه صلى الله عليه وسلم ارتقت الحقائق وعليه تنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق. وله صلوات الله وسلامه عليه تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقا وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقا. ولا شيء إلا وهو منوط به صلى الله عليه وسلم. حب النبي على الأنام فريضة لا تنسى ذكر النبي الهاشمي الأكرم. إن الصلاة على النبي محمد فيها النجاة لكل عبد مسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. صلى الله وسلم وبارك على آل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن من عظيم فضل الله وامتنانه على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم مواسم للطاعات يضاعف لهم فيها الحسنات ويغفر لهم فيها كثير من المعاصي والسيئات ويوليهم فيها مزيدا من الرحمات والنفحات. فالسعيد من اغتنمها وتهيأ لاستجلاب رحمات الله عز وجل مصداقا لحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وإن من جملة الخصائص التي خص الله بها أمة رسوله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان المبارك، ومنحهم في هذا الشهر الفضيل 5 من الخصائص لم تمنح لغيرهم من الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي. الأولى: إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. والثانية: خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. والثالثة: أن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. والرابعة: أن الله عز وجل يأمر جنته يقول: تزيني لعبادي الصائمين
يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. والخامسة إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. فقال أحد الجالسين يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. وكذلك من جملة الخصائص التي امتن الله بها على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم رغم قصر عمرها وقلة أعمالها إلا أنه أعظم الأجر والعطاء لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلي لنا ذلك واضحا جليا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود شروط العمل. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. دي منحة لمين؟ لأم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فقال هل نقصتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. كذلك من جملة ما امتن الله به على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منحها العشر الأواخر من رمضان وفيهم ليلة عبادتها تفوق عبادة 1000 شهر. وذلك لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم علم حال رجل في بني إسرائيل كانت مدة حمله السلاح في سبيل الله فاقت 80 عاما، وأعمار أمته صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70. فتقال رسول الله أعمار أمته، فامتن الله على أمته وخصها بليلة من أقامها كان كمن عبد الله أكثر من 1000 شهر. ونلحظ ذلك حين قالت سورة القدر ليلة القدر خير من ايه؟ من 1000 شهر، يعني عبادتها تفوق عبادة 1000 شهر. لذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتحراها وأن نلتمسها في العشر الأواخر، لكون الذي يحظى بقيامها قد منح الخير كله ولا يحرمها إلا محروم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بيقول لسيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما لقد احترنا في ليلة القدر ففي أي الليالي هي. احنا عارفين ان هي في العشر الأواخر من رمضان بس مش عارفين انهي ليلة بالضبط. فقال والله يا أمير المؤمنين إن لي فيها فهما لا أظنه وقع لأحد، لي فيها وجهة نظر. فقال ما هي؟ قال إن الله عز وجل خلق الإنسان في 7. نعد مع بعض في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان ثم جعلناه
ثم فكسونا العظام ثم أنشأناه خلقا آخر. 7 مراحل. يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل جعل خلق الإنسان في 7 وأسجده على 7: جبهة وكفين وقدمين وركبتان. وجعل طعامه في 7. نعد في سورة الطارق: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. وكم 7. إنما الأب ده يخص الأنعام: وفاكهة وأبا، وأتبعها بقوله متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى إن الله عز وجل خلق الإنسان في 7 وجعل طعامه في 7 وأسجده على 7 وجعل طوافه حول بيته الحرام 7 وجعل سعيه بين الصفا والمروة 7 وجعل أبواب النار 7 فأراها في 27 تفنى أو تبقى. يتبقى 23 وود، يتبقى 27 وود. العلماء عقبوا على كلام سيدنا عبد الله بن عباس. قالوا ايه؟ قالوا: من تحرى الحلال في أكل 7 وسجد لله على 7 في الأيام 7 ورزق الحج فطاف 7 وسعى 7 حرم الله عز وجل جسده على أبواب النار 7. كل هذه منح خص الله عز وجل بها أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نفطن لها، فإن الذي يوفق لها إنما يوفق الخير كله، والذي يحرمها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرمها إلا محروم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا ليلة القدر وأن يرزقنا خيرها وأن لا يحرمنا أجرها وأن يجعل جمعنا دوما على الخير. وصلى الله وسلم وبارك على من أرسى في الوجود كله دعائم صنع الخير، وكل عام أنتم بخير.